السلام عليكم متابعيني الكرام، كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي احنا هنتكلم عن البرسيم وازاي نتعامل معاه وازاي نحطه للأرانب. ازاي هنتعامل مع البرسيم ونحطه بأنهي صورة للأرانب عشان نوفر العلف. بس قبل ما نتفرج على الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب والتعليق جميل منكم. وهنبدأ دلوقتي. هنمسك البرسيم. طبعا انا عندي طيور وعندي فراخ، عندي فراخ وبط وكده. فاحنا هنمسك البرسيم، هنقطع الجزء ده، الجزء اللي هو العيدان دي، ونسيب الورق ده، نسيب الورق ده اللي تحت ده للطيور، وهناخد العيدان دي اللي فوق للأرانب. هنقطع الجزء ده وهوريكم. طبعا احنا قطعنا اهو البرسيم اهو. هنا العيدان اللي احنا هنسيبها للأرانب، وهنا الحتت العيدان اللي فيها الورق اللي تحت قطعتها للطير. ودلوقتي هنشوف هنعمل ايه في البرسيم اللي احنا هنسيبه للأرانب. طبعا احنا هناخده هننشره في الشمس طول النهار عشان ينشف ما يبقاش طري. هننشره كده في الشمس، هنفرده في الشمس كده. احنا طبعا دلوقتي الظهر هنسيبه متنشر كده لحد ايه، لحد بالليل. هنيجي نجمعه بالليل من الشمس بقى، يعني مش بالليل، احنا في بعد العصر بشوية كده عشان يفضل ايه ناشف، ما يبقاش مرطب، عشان لو سيبناه بالليل هيرطب من الندى والجو اللي بيبقى رطب. دلوقتي احنا الشمس حامية اهي، وهتنشفه ان شاء الله على طول. بعد العصر بشوية كده هنطلع نلمه. طبعا انا سبت البرسيم يومين في الشمس اهو، ودلوقتي بلمه اهو علشان نعرف الطريقة الصح للتعامل مع البرسيم قبل ما نحطه للأرانب. اهو شايفين، يعني هو نشف بس برضو ايه في خضار لسه، شايفين اهو. هناخده بقى ننزله تحت، وبقول لكم احنا دي هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع البرسيم قبل ما نحطه مع الأرانب. ويلا ننزل بقى نشوف ايه هنعمل ايه مع الأرانب. طبعا احنا جينا هنا عند الأرانب اهو، هنشوف هنتعامل ازاي بقى مع البرسيم اللي احنا نشفناه ده. هناخد جزء منه كده، طبعا مش بنحط طول اليوم، احنا بنحط بالنهار بس، حبة بالنهار كده صغيرين، وهنخلطهم مع شوية قش. القش طبعا مفيد جدا، والبرسيم برضو له فوائد. هنحط طبعا عند كل أرنبة شوية كده اهو، بصوا عند الذكر. وطبعا مشغول بان الباب متفتح عليه، فعايز بص اهو راح ياكل اهو، وبياكل القش. القش طبعا مفيد جدا. طب ايه البرسيم طبعا بيساعد الأرانب، بيزود الميكروفلورا اللي في القولون في الأرانب، وده بيعمل على وجود فايدة في عملية الفطام.
عشان ما يحصلش تلبك معوي في الفطار. يعني احنا لما نيجي نفطم بنحط البرسيم الناشف ده، بيعمل بيحسن القولون عند الأرانب، بيفرز مادة في القولون، فبيحسن القولون يعني، وبيخلي الفطام يبقى سهل معانا. ودينا اهو حاطين للفطام، هو ناشف اهو، البرسيم ناشف مش طري زي ما احنا، وبرضه مش ناشف قوي يعني ايه اللي هو الدريس، لا هو ناشف اخضر. طبعا ما نزودش من البرسيم عشان هو فيه نسبة كبيرة من الكالسيوم والبروتين، وطبعا احنا مش محتاجين كالسيوم وبروتين جامد في للأرانب. وطبعا التبن اللي هو القش اللي احنا حطيناه ده بيحتوي على ألياف بتساعد على التخلص من الفضلات الموجودة بالأمعاء، وبيساعد على نظافة القناة الهضمية للأرنب، وبيوفر كمان شيء للأرانب إن هي تمضغه، وعشان تخلي أسنانها دايما ايه مبرودة لأسفل. والأرانب كمان بتشعر بالمتعة لما بيبقى عندها قش في المكان، عشان بتلعب حواليه وبتلف حواليه. القش طبعا هو أفضل من البرسيم، عشان البرسيم بيحتوي قلنا على الكالسيوم والبروتين اللي بيسبب مشكلات بالكلى والمثانة للأرانب الكبيرة في السن. يعني الأرانب الكبيرة في السن هي اللي بتعتبر البرسيم مضر ليها، عشان بيعمل لها مشكلات في المثانة. القش بقى بيبقى مليان أعشاب أكتر من الألياف أكتر من البرسيم، والقش بيبقى عالي الجودة وخالي ايه من التراب. طبعا البرسيم بتاعنا اللي احنا منشفينه ده برضو عالي الجودة وخالي من التراب، وهو ناشف اهو حلو، فبرضو مفيد. بس ما نحاولش نكتر للأرانب الكبيرة منه. انا طبعا هحط شوية برسيم كده بالنهار على القش، وبالليل علف. ودمتم يا رب ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.